تحياتي. النهاردة هنعمل صينية البطاطس بالبشاميل، من الأكلات الجميلة قوي اللي بتدفي في الشتاء، وكمان بتبقى صينية فيها وجبة واحدة متكاملة. هنجيب البطاطس الحجم الصغير ده اللي هي متوفرة دلوقتي في السوق، وهنقورها من المنتصف ونجوفها، وهنستخدم اللي هيطلع الناتج منه من البطاطس ده مش هنرميه، هنستغله. وهناخد البطاطس اللي قورناها وهنسلقها نص سلقة. بعد ما سلقت نص سلقة هنبتدي نحشيها باللحم المعصج المفروم، وانا ما عملتوش في الفيديو عشان ما اطولش عليكم. بعد كده هنيجي للبشاميل، هنجيب زبدة وهنحمص فيها شوية دقيق، وبعد كده لحد ما يتحمص وياخد اللون الاصفر بتاعه كده نضيف اللبن وننزل بملح وفلفل لحد ما القوام يتقل معانا ويبقى بشاميل. احنا مش عايزين البشاميل يكون غليظ او سميك في الفترة دي. ودي جبنة كمان عشان ازود الدسامة بتاعتها، جبنة كريمي. وادي الناتج بتاع تقوير البطاطس اهو، برضو سلقته نص سلقة وحطيت عليه لحمة مفرومة معصجة، وكمان هضيف عليه بشاميل عشان يربط، وهقلبهم كويس وهستخدمه قاعدة لصينية البطاطس بتاعتنا، منها تعمل تخلي طعمها حلو وفي نفس الوقت ما نبقاش اهدرناه يعني. بعد كده هنرص هنحط الكمية دي في قاع الصينية، وبعدين هننزل فوق منها وحدات البطاطس اللي احنا حشيناها. ويستحسن الأكلة دي تتاكل على طول سخنة كده من الفرن على المائدة على طول. وبعدين هننزل بالبشاميل اللي احنا عملناه، والبشاميل وسط في سمكه، هيدخل رف أوسط فرن درجة حرارته 200، يدوب بس ياخد وش كده. ولما يطلع نص يعني ياخد نص وش كده، نحط عليه موتزاريلا وجبن مشكلة ويتقدم. وأتمنى أن الوصفة تعجبكم.